يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا، صباح السكر، صباح القشطه، صباح السعاده والسكر الزياده على احلى واجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدا الكلام يا حبايبي، تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. تعملي ايه حلو كده يا متغرد؟ قولي لنا كده، صاحيه بدري كده بتعملي ايه؟ مفيش، قلت بقى اصحى بدري اخلص اللي ورايا وافتح الشباك وانفضه تنفيضه حلوه واروق الاوضه ترويقه حلوه واغير الملي معايا. والوقت نفضت الشباك وبنفض السرير عشان افرش الملاية. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاه والسلام. والوقت بقى صحيت من بدري، كان في طبقين في المطبخ شطفتهم. قلت لازم اخلص اللي ورايا بدري بدري عشان اقعد براحتي، عشان لو ورايا حاجه اعملها انزل تحت شويه. لازم اما اجي افرش الملاية ابص من الناحية دي ومن الناحية دي اشوفها مظبوطة ولا مدلدلة ولا قصيرة، لازم اظبطها اخليها زي المسطرة. شايفين بقى بعملها حلو ازاي؟ ما شاء الله على ام تغريد دي في حتة تانية. والوقت بقى هفرشها واخلص وتغريد هتكنس الاوضة وتمسحها عشان رايحين مشوار. رايحة مشوار فين يا ام تغريد؟ رايحة عند الجماعة، هنقضي اليوم هناك، اخوات عريس بنتي هناك، وهنقضي اليوم هناك وهنتغدى معاهم هناك. وقلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. متابعين يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم، لما بتأخر عنكم شوية صغيرين بتوحشوني. عاملين ايه؟ ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرم منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحده علقت لي تعليق حلو. ربنا يفرح قلبها يا رب وتفرح بعيالها وما تشوفهم حاجه وحشه ابدا يا رب، اللهم امين. هطلب منكم طلب يا حبايب قلبي، متابعين اللي متابعيني حبايب قلبي، محتاجه كل دعوه من قلبكم لأم عمر حبيبة قلبي النهاردة في المستشفى ومحتاجة كل دعوة. لو بتحبوني ومتابعيني أتمنى من قلبكم تدعوا لها دعوة حلوة كده، ربنا يشفيها وتفرح بعيالها يا رب وتقوم بالسلام. حبيبة قلب أم عمر ربنا يشفيك وينجيك يا رب. ودلوقتي الأوضة بقى كانت اتفرشت وتغريد بتكنس معانا الأوضة وهتمسحها مسحة حلوة، وملت الشرشوبة بالجردل. وكل شوية أقول لها غيري المية تاني يا ماما، أنا لسه مغيرة. أقول لها لا غيري المية تاني، تقول لي يا ماما أنا ما بحبكيش تقفي في حتة معايا وأنا بعملها. اه والله. ودلوقتي بقى تمسح الأوضة مسحة حلوة عشان نخلص اللي ورانا ونروح عند الجماعة، هنقضي اليوم معاهم وبعد كده هنيجي آخر النهار. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله وترحم على أمي وأبويا وموتنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم آمين. متابعين يا حبايب قلبي، فين المتابعة الحلوة؟ قلتلكوا عايزة أوصل 10,000 متابعة. القناة الصغيرة بتاعتي دي إن شاء الله هتكبر بيكم، والله العظيم أنا عارفة اللي قناتها هتكبر بيكم. طول ما انتم منورين القناة بتاعتي وحياتي قناتها هتكبر بيكم. بس ما تبخلوش عليا بالمتابعة الحلوة، جدعانوا يلا كده وصلونا 10,000 متابعة. متنسوش دايما على طول الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واهم حاجة اللايك، اهم حاجة اللايك يا حبايبي. وان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم وهنزل لكم فيديوهات على طول. انا عماله اتكلم معاكم ودردش معاكم وانا واقفه ورا تغريده اقول لها عيدي على الاوضه تاني، امسحي الاوضه تاني. اه والله عماله تقول لي خلاص يا ماما بقى انت عايزه مني ايه؟ اطلعي شوفي هتعملي ايه بره. اقول لها ما عادش ورايا حاجه، كان في طبقين في المطبخ عملتهم وخلصت اللي ورايا خالص والحمد لله. طبعا يا حبايبي قلت لكم قبل كده الصحيان بدري حلو، تصحي بدري افتحي شبابيكك هتخلصي اللي وراكي بدري. ما شاء الله دي شكل الاوضه بعد ما تروقي. اوضه ام تغريد دي في حته تانية. ما شاء الله. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. وبعد كده بقى طالعين ماشيين، رايحه فين يا ام تغريد؟ ده انت مشيت اهو، رحت فين؟ قلت لكم رحت عند الجماعه. طبعا اتغدينا هناك وعملنا فراخ مشويه في الفرن ناشفه كده. والوقت انا هتبل الفراخ. هتبلها بايه يا ام تغريد؟ طبعا معايا يجي 4 طماطمات وخمس فصوص توم وقرنين فلفل احمر، احمر على اخضر وقرن حراق. ونحط بقى 7 بهارات وشويه فلفل اسمر
طبعا قلت لكم السبع بهارات دي بتخلي الاكل في حتة تانية. ما شاء الله. والوقت قشرت الثوم معايا، وكله هيتعمل في الخلاط، وهقلبها حلو واسيبها تتبل يجي ساعتين، عشان احنا مش مستعجلين عليه. ودلوقتي معايا طبق. تعملي ايه في الطبق يا ام تغريد؟ طبعا قلت لكم هنحط السبع بهارات وشويه ملح وشويه فلفل اسمر، واقوم حطاهم في الخلاط. وبعد كده كل حاجه هتتبل مع الفراخ، واسيبها واحطها في التلاجة شويه. وطبعا معايا طماطم هجهزها عشان اصفيها وافرمها، عشان هنعمل مكرونه جنب الفراخ. والله العظيم ما قادره اقول لكم يا حبايبي، ما هو بالاكل ولا بالشرب. قضينا يوم حلو ويوم جميل، والله ما بالاكل ولا بالشرب زي ما انا قلت لكم. قضينا يوم حلو مع ام يحيى، ربنا يخليها يا رب، ويجعل البيت مفتوح يا رب بحس اخوهم دايما على طول. وقضينا اليوم والعيال كانت مبسوطه وفرحانه. والوقت بقى بحط الفراخ عشان انزل بالتتبيله، وبعد كده هسيبها في التلاجة شويه. وفضلنا قاعدين بقى نضحك ونهزر. ما مشيناش الا اخر النهار، يجي حوالي الساعه 11 بالليل. كل واحده روحت بيتها، وانا خدت عيالي وقمت مروحه. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. والوقت نزلت بالتتبيلة، بس كنت مفتحة الفراخ معايا، ماسكة الصدر افتحه والورك افتحه. ما شاء الله. شايفين بقى عمالة غزغزها عشان ما شاء الله تبقى حلوة كده وتتشرب كلها ببعضها. ونزلت بنقطة زيت، وكنت نزلت بنقطة خل، بس كان النور طفى. شايفين بقى ما شاء الله، تلاقيت صدر ما تفتحش قمت مفتحاه. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. إيه رأيكم بقى في التتبيلة بتاعة أم تغريد؟ طبعا في كذا طريقة للتتبيلة. في ناس بتعملها بزبادي، طريقة سهلة وبسيطة وجميلة وما خدتش مني حاجة، وكل حاجة موجودة في البيت، ما اشتريتش بقى. في ناس بتعملها في كذا طريقة، بس دي طريقة حلوة وانا ايه حبيتها. ما شاء الله. شايفين بقى شكل الفراخ؟ كانت جميلة فعلا والله، كانت حاجة تفتح النفس. بعد ما اتطبخت كانت جميلة. شايفين بقى ما شاء الله. بألف هنا يا رب الكل اللي كل منها. وقلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. طبعا انا كنت شارية نص كيلو رجول. طبعا انا عملتها لوحدها، ما حطيتهاش مع الفراخ. ما شاء الله. شايفين بقى شكل الرجول؟ تحفة. دلوقتي بقى بفتح الفراخ، وبحط في التتبيلة فراخ، واقوم حاطاها في الفرن. طبعا اللي لقيت الصينية دي كبيرة قوي نقلتها تاني في اللحوق الصغير، والوقت برصها معانا. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا والله. معلش بقى ما سجلتش معاكم من زمان، كنت ملبوخة شوية. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم كده. يا رب دايما تكونوا بخير وما نشوف فيكم حاجة وحشة ابدا، ودايما منورين حياتنا كده ومنورين القناة بتاعتنا. النهاردة بقى كنت عند الجماعة مع عماتي، ربنا يخليهم ليا يا رب وما تحرم من وجودهم في حياتي ابدا. والله احلى واحن عماتي في الدنيا، ربنا يبارك لي فيهم ويبارك في عمرهم ويخليهم لينا، ودايما متجمعين مع بعض يا رب. ودايما البيت مفتوح بحسهم دايما يا رب. اتجمعنا مع بعض واتغدينا سوا، بيبقى يوم جميل جدا والله ما بيبقوا موجودين. يا رب دايما البيت يكون مفتوح بحسهم كده. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا والله. دايما كده منورين القناة بتاعتنا يا رب، ربنا يخليكم لينا وما نشوف فيكم حاجة وحشة ابدا. شكرا على التعليقات الجميلة بتاعتكم دي، بتفرحوا ماما جدا. ماما تيجي تقول لك اقرأي لي التعليقات يا تغريدة، عشان هي القناة على تليفوني وانا اللي برد على الناس فما بتشوفش تعليقات. تقول لك اقرأي لي التعليقات يا تفرح قوي. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطرها. ان شاء الله القناة بتاعتنا دي هتكبر بيكم، في امل ان القناة بتاعتنا دي تكبر بيكم. وان شاء الله توصلونا للمليون، مش ال10,000 اللي هي عايزاهم، ان شاء الله هتوصلونا للمليون. ربنا يخليكم لينا يا رب وما نتحرم منكم ابدا، ودايما منورين حياتنا كده. وعملنا بقى مكرونة وفراخ مشوية في الفرن، كان الأكل جميل. اللمة حلوة يعني والله، ما بنبقى لوحدنا في البيت الأكل ما بيبقاش حلو كده، اما بنتلم مع الجماعة وكده الأكل له طعم تاني. ربنا يخليهم لنا يا رب وما نتحرم من وجودهم أبدا. مع السلامة يا حبايب قلبي، نشوفكم في فيديو جديد. مع ألف سلامة، هتوحشوني.